تحية طيبة أحبة المشاهدين، مثل ما وعدتكم بحلقة ثانية من برنامج المرصاد. اليوم كاميرتنا قصدت احتفالات رأس السنة الميلادية. تعالوا ويانا خلينا نشوف الطراقية اللي شفتها اليوم. مثل ما شفت أحبة المشاهدين، عباد الله اليوم دقة ورقص والشرب والمشروبات الكحولية عينكم تشوف. أنا اليوم طلعت حتى أوثق للعالم. هواي عالم راح تقول لي شفناك احنا في مناطق الكود. صحيح أنا رحت هناك، رحت حتى أرصد وأصور الحالات السلبية، واليوم الاحتفال بكل العراق بصورة عامة هو سلبي. مثل ما شفت أحبة المشاهدين، بعد الله ترقص وتتطاطح نسوان وزلم خبيث وصايرة. تعالوا هنا نشوفكم الطرقعة الثانية. شفت المقطع أحبة المشاهدين، وبالستوتة قام جهال المنطقة ويفتر، حاطين سيستم ودقة رقص يفترون بالشارع تايهة. دور الأهل ماكو هنا، حطها على صرحة والستوتة متروسة شرب وسيستم موجود ودق ورقص. نشوف المقطع الثاني. أنا متأكد 1,000,000% اللي دول شفتهم جاي يشيلون الإطلاقات النارية، واللي جاي يرقصون واللي جاي يغنون، هم نفسهم ذولا بعد أيام قليلة راح يروحون مشي إلى موسى بن جعفر سلام الله عليه، ونفسهم بعد أشهر راح يروحون إلى كربلاء المقدسة لزيارة الأربعينية. مع كل الأسف وصل بنا الحال إلى هذا الحال. ممكن تقولوا لي قد المبالغ اللي انصرفت على الإشعالات النارية، ممكن تقولوا لي قد المبالغ اللي انصرفت على المشروبات الكحولية، ممكن تقولوا لي قد المبالغ اللي انصرفت على المطربين والمغنيين. مع كل الأسف من بلد شيعي ومسلم يصير بهذا الشيء. تعالوا ويانا خلينا نشوف الطامة الكبرى والفضيحة الكبيرة. مثل ما شفتوا أحبة المشاهدين، أم الأحمر وصاحبتها اليوم لعبة جولة وماخذة جو وماخذة ساحر. العنصر النسوي ممكن تقول لي جاي يسوي نص الزلم. أنا مو هذا المقطع شفته حقيقة قبل قليل بالتيك توك. اليوم في محافظة واسط الهورة مركز مدينة الكود مليء بالعنصر النسوي، نص الزلم شباب، البعض شباب ترقص وتتطوح. طب النص مش عندك، ما تنهدين ببيتك. مع كل الأسف أنا متأكد إنه البعض راح يزعل علي، لأن راح يقول لي أنت جاي تجرح مشاعر الناس. أنا انطيت عهد أمامكم وأمام الله إنه أتكلم الحقيقة بما هي، حتى لو كلف هذا الأمر حياتي. المهم أن أنشر الحقيقة بما هي، وأن أنتقد الحالات السلبية، لأن مثل هذه الحالات معيبة بحقنا كبلد شيعي ومسلم. تقبلوا تحياتي، أخوكم الإعلامي حمزة العتاب.